طبعا ناس كتير بتعتبر ان دي اكذوبه. انا بقالي 10 سنين يا مستشاري بحاول اتعلم انجليزي وباخد كورسات في كل حته وما اتعلمتش، تقولي لي اتعلمت انجليزي في 4 شهور؟ انت هتهزري. لا، هو ده حصل والله. المفارقه ان مش انا اللي حسبت ال4 شهور، انا ما كنتش بحسب لنفسي اصلا، انا كنت حاطه لنفسي 6 شهور مش 4 تارجت. مريت بظرف صعب قوي قوي، استحالت معاه حياتي جوه البيت، ما بقاش ينفع اقعد في البيت واحط ايدي على خدي واقعد اعيط واكتئب، مش شخصيتي اصلا. فقررت انزل اخد كورسز. الاول قررت انزل اشتغل، لقيت كل الوظايف عايزه انجليزي، واللي ما فيهوش انجليزي ملاليم، يعني حرفيا كان بيتقال لي 600 جنيه و400 جنيه و800 جنيه، واعلى مرتب سمعته 1200 جنيه. الكلام ده كان من 10 سنين او اكتر. طبعا كانت بالنسبه لي يعني ارقام ما تتفهمش. فنعمل ايه يا جماعه؟ قالوا اتعلمي انجليزي عشان تعرفي تشتغلي. فانا كان كل تارجتي في الحياه ان انا الحق اخلص الانجليش في اسرع وقت عشان اعرف اشتغل في وظيفه كويسه، وظيفه خدمه عملاء بقى، اي شركه ايا كانت. المهم نزلت بدات اخد كورسات. كنت باخد كورسات في 3 و4 اماكن في نفس التوقيت ده، لان انا ما كنتش بلاقي اللي انا محتاجاه في مكان واحد. كنت بذاكر في اليوم، كنت بعمل listening ده يعني الحل السحري لاي حد عاوز يتعلم انجلش او عايز يتعلم اي لغه. كنت بعمل listening وسبيكنج يوميا من 8 ل 16 ساعه. كنت بصحى من النوم، انزل المركز الثقافي الامريكي او مكتبه السفاره زي ما بنسميها من الساعة 10 للساعة 4، أخلص أخرج ألف على الكورسز وعلى الإيفنتس اللي فيها محادثة، وبعد كده أروح البيت 9 10 بالليل، أفضل فاتحة اللابتوب بذاكر وبشتغل وبعمل سبيكنج وبعمل listening لحد ما دماغي تقع على اللاب. ماما تشيلني تعدلني ربنا يكرمها يا رب على السرير عشان أصحى من النوم الصبح الساعة 7 ونص 8 أبدأ اللفة بتاعتي من أول وجديد. ما كانش عندي طريقة أقيس بيها البروجرس بتاعي غير الجروبس اللي كنت ببقى فيها مع أصحابي ناس تتعلم إنجلش زيي. والانترفيوز بقى اترفضت في 75,000 انترفيو. كنت بروح كل يوم انترفيو شكل عشان يعني اعرف انا اتحسنت ولا لا. والاتش ار الله يسامحهم كانوا بيوصلوني لمراحل الاحباط. انا تقريبا كل انترفيو كنت بخرج منه معيطه، كنت بخرج معيطه، باخد الطريق كله من البيت من الشركه اللي كنت ببقى فيها للبيت، يا اما من الشركه اللي انا كنت فيها للكورس اللي انا رايحه احضره كنت بخرج منه على الكورسات وانا بعيط. بالطريق كله عياط احباط وخنقه، واروح البيت اقول لا، ما انا مش هستسلم، امسح دموعي، يا اما اروح الكورس امسح دموعي وابتدي اعمل مجهود تاني اكبر بكتير عشان اوصل في وقت اقل. لحد ما بعد 4 شهور وكام يوم كده رحت للتيتشر عشان اعمل اختبار تحديد مستوى. فقال لي انت مش محتاجه كورس، انت دلوقتي كويسه جدا والسبيكنج بتاعك هايل، ليفل 10 اب تو 11، وانا ما عنديش حتى الليفل ده دلوقتي هنا، فاشتغلي. رحت قدمت خدمه عملاء في شركه كول سنتر، اتقبلت، اشتغلت في اكاونت انجلش، بقيت بتكلم كويس جدا، بقيت بتكلم مع يو كي ويو اس وهنود وفلبينو، بتكلم مع ناس كتير، ولقيت الدنيا حلوه. اتنططت ما بين شركات خدمه العملاء، وبعدين رحت مركز كورسات قلت لهم يا جماعه انا عايزه اجرب نفسي في الكارير ده وهشتغل ببلاش. وقد كان، انا والبورد لزقنا في بعض. والسبب الاساسي اللي خلاني فتحت مركز كورسات او اشتغلت لوحدي اصلا فريلانسنج من الاول، ان انا ما كنتش عايزه حد يدخل كورس ويعاني نفس المعاناه اللي انا عانيتها. مش عايزه حد يدخل ياخد في مكانين وفي 3 وفي 4 ويدفع فلوس كتير جدا عشان خاطر يقدر يتعلم. لا، انا عايزاه يلاقي كل اللي هو محتاجه في حته واحده، يخرج من الكورس قادر انه يشتغل وقادر انه يسافر وقادر انه يعمل كل اللي هو محتاجه. وده السبب الاساسي اللي خلاني فتحت منحه جديده هشتغلها بنفسي بعد ما كنت وقفت شغل جروبس. انا ما بشتغلش جروبس خالص، بشتغل غير برايفت بس تكلفه البرايفت نوعا ما عاليه على الناس اللي انا بديها. انا بدي ليفل البرايفت ب 6000 جنيه 8 محاضرات في الشهر، المحاضره ساعه. في ناس كتير مش قادره تعمل ده، خصوصا ان كمان المواعيد بتاعتي قربت تقفل، ما عندي ميعاد واحد او ميعادين في الجدول اللي فاضيين. ففتحت منحه 4 شهور هبقى معاكم فيها بنفسي، محاضره في الاسبوع، 3 ساعات المحاضره، 4 شهور ب 3000 جنيه تقدر تحضر فيهم معايا. هنعمل فيهم شغل ممتاز في ميعاد يوم السبت من 4 ل 7، وانا فتحت ميعاد تاني للاسف ربنا يسامحني يا رب يوم الجمعه الساعه 9 صباحا من 9 ل 12 قبل الصلاه يعني. فاللي عايز يحجز هنا يحجز، واللي عايز يحجز هنا يحجز. ودي الحدوته باختصار. انا فعلا اتعلمت انجليزي، اتعلمت اتكلم انجليزي ببراعه في 4 شهور، لكن انا بذلت مجهود. انا ما كنتش متجوزه وقتها، ما كانش عندي اطفال، ما كنتش بشتغل، كانت حياتي كلها انجلش من ساعه ما بصحى من النوم لحد ما انام. محدش يقارن نفسه
ولا يقارن مجهوده باللي انا عملته، لان انا عارفه ان انا عملت مجهود جبار في الفتره دي، وضغطت على نفسي ضغط محدش يتخيله. كنت ببكي كتير وبصرخ كتير من كتر اللي كنت بعمله في روحي، لكن الحمد لله اللي انا عملته في الاخر اتى ثماره. فسيبوا لي كومنت عشان تبقوا معايا في المنحه بتاعتي. مش قادرين تبقوا في المنحه بتاعتي، في تيتشرز كتير شغالين تحت ايدي في الاكاديمي بتاعتي في فرع شبرا وفرع مدينه نصر واونلاين، نقدر ندخل معاهم منحه تكلفتها اقل ب 1700 جنيه نحضر معاهم. عايزين نحضر معايا انا المنحه ب 3000 جنيه، عايزين نحضر كورس عادي، كورس مرتين في الاسبوع، 8 محاضرات في الشهر مع جروب، برضو ده متاح وليه تكلفه. عايزين خطه مجانا عشان نتعلم انجليزي، خطه انا اللي عاملاها لكم تبعا لاحتياجاتكم، برضو دي متاحه، نقدر ناخد الخطه المجانيه. اكتبوا في الكومنت انتوا محتاجين ايه، محتاج منحه شري، محتاج منحه المدربين، محتاج كورس، محتاج برايفت، محتاج الخطه المجانيه. اكتب اللي انت محتاجه وانا هرد عليك في اسرع وقت. اتمنى اكون افدتكم يا رب. صباحكم زي السكر.